اللي انا حاسس بيه ده ستريس ولا انيميا؟ هل حاسس انك بتتعب بسرعه؟ طب بتدوخ دايما ومهبط ومش فاهم انت مرهق ولا ده ستريس؟ تعال اقول لك. انت عارف ان في تشابه كبير قوي ما بين التوتر اللي هو ستريس والانيميا؟ الحقيقه ان كل واحد فيهم بيأثر على الجسم بطريقه مختلفه. لما بتتوتر جسمك بيطلع هرمون زي هرمون الكورتيزون. طب ده بيعمل ايه؟ خفقان في القلب، ارهاق حتى لو نايم كويس، شد عضلي خصوصا في الرقبه والكتف، صعوبه في التركيز، احساس انك مضغوط حتى لو انت فاضي. تعال بقى اكلمك على الانيميا اللي هي نقص الحديد. هنا بقى المشكله مش نفسيه، المشكله في الاكسجين. لما الحديد يقل الهيموجلوبين يقل، يروح الاكسجين يوصل اقل للجسم، وده يسبب ايه بقى؟ دوخه لما اجي اقف، نهجان من اقل مجهود، شحوب في الوجه، صداع متكرر. طب تعال نفرق ما بينهم بسرعه. لو الاعراض بتزيد مع الضغط غالبا ستريس، لو بتزيد مع المجهود ولما اجي اقف غالبا انيميا. طب اتعامل مع الاثنين ازاي؟ لو هو ستريس اقلل كافيين، انام كويس، احاول اخد وقت بعيد عن تليفوني، لما اتعب اتنفس ببطء وده مهم جدا. طب لو هي بقى مشكله في الانيميا، اخلي الدكتور يكتب لي على تحليل شامله زي CBC، اهتم بالاكل الغني بالحديد وفيتامين سي، ما اعتمدش على المكملات الغذائيه من غير تحاليل، اعمل منشن لصاحبك اللي دايما مرهق. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الحلقه اللي جايه.